ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني انا اسمي فاطمة. حيرة كل يوم هنتغدى ايه النهاردة؟ من كتر ما بنكرر الوجبات زهقنا من كل الاكل، ما بقيناش عارفين نعمل ايه. ففايدة فيديو زي ده ان احنا نقترح على بعض اكلات وغدا نعملها بدل ما احنا ماشيين على اسطمبة واحدة. ومع ان غدا النهارده يعني ما فيهوش افتكاسات كتير، انا النهارده بقى عملت سلطه خضراء من غير اي اضافات او ورق، بس لان انا كنت قايله لكم ان جوزي عامل دايت فمش بحط له اي حاجه على الخضار. وعملت بابا غنوج برضو. الفيديو اللي كنت عاملاه للبابا غنوج ان الطبق ده طبق رئيسي بيتحط جنب اي حاجه احنا هناكلها. وكنت عامله لينا رز، بس هو طمع وقال لي حطيله معاكوا طبق. انتوا عارفين ان الرز بقى وخصوصا لو بالسمنه البلدي ما تقدريش تقاوميه. لو لسه بتشوفي الفيديو لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي وتحطي لايك وكومنت. انا النهارده لقيته بيتصل بيا وقال لي شيلي الاكل اللي انت مطلعاه من الفريزر، ولقيته جايب معاه سمك مشوي، اكلته المفضله، وهي بصراحه بقت اكلتي المفضله انا كمان، مع اني زمان ما كنتش بحب السمك المشوي قوي، بس بعد ما هو كده بقى بيجيبه كتير وكده اتعودت انا كمان عليه وبقيت بحبه. وكمان لما عرفت فوائده ان هو مفيد جدا لينا اكتر من السمك المقلي. وبس كده، لو عندكم اي افكار جديده للغدا ياريت تكتبولي في الكومنتات.